من إعلامي يطلع ويجيب له عاهر أجلكم والله التاجر بجسدها ومعروفة بالسقوط وبت ملاهي وتقدمها وبرنامج إعلامي، أنت قاعد تتآمر على عرضي لو لا؟ أنت قاعد تجرئ بناتنا على الفاحشة لو لا؟ هسه أنا دا أعطيك عينة إعلامي آخر يطلع بأعلى صوته يقول أني أشرب والكل يدرون أني أشرب، هذا تجاهر بالمعصية. لو عندنا وزارة إعلام ورئيس وزراء بخير، لا والله هذا ينعل سلفة سلفة. ليش تفضح نفسك ليش؟ ترى اكو علامات غضب، يقول من علامات الغضب العليا عند الله تعالى على الانسان ان يجري فضيحته على لسانه. اذا بليتم فاستتروا، يا بتشرب مو مشكله هاي، مو منقبه، رذيله هاي، يتفاخر بالرذيله والكل يدرون اني اشرب. احد حرك ساكن؟ زين هاي الالاف من العمايم شنو دوركم؟ شنو دوركم؟ والله الله يشيل ايده عنكم وما يخلي لكم حصانه ولا احترام. المفروض الانسان يتعارك من اجل دينه. وراقب الاعلام، لان الاعلام يريد يستعبدني من الداخل، يريد يلغي يعني يسوي لي مسخ هويه من الداخل. ولا ترى في الامم المحترمه العاهره ما يستقبلونها ولا يسوي لها برنامج اعلامي الا اذا اكو اراده لتسقيط العفه بالعراق من خلال كم واحد قذر. زين دور العشيره وين؟ انت زعيم العشيره من تشوف ابنك يطلع ويهرج على الاسلام ويدعو ودورك وين؟ ما يهمه من الطقه. يابا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولك خلص رقبتك ترى يوم القيامه انت بناك الكبار طنطنه مسؤوليه. اليوم انا اعرف هذا من حمولتي، هذا من اقاربي، انا مسؤول عن الاعلام، قاعد يحول الاعلام الى ماده للعهر، استدعيه قل له عيب ما يصير، زوجته ابنه اخوه لكم حاصروه، من راى منكم منكرا فليغير. ابد، هاي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضه ميته انتهت. عمايم عندنا، احزاب اسلاميه عندنا، والله اكو اراده امريكيه ليحكي لنا عن والديه وحقك وخذها مني. ترى ذولا اللي عندنا كلهم محكومين محاكمين. انتم اكلوا نوص، اكلوا طنطن، مشروع احنا نفسد هذا الشعب. فصار همنا الدين شنو؟ انزع قميصك، احفظ المستهل، مو قاعد نطبخ؟ يابا الطبخ وين والقيم وين عمي؟ انا كمسلم عندي هويه اسلاميه لا تمسخونها. والله انا خاطبت رئيس الوزراء الحكومه قلت لهم فلوسنا بكتوها، يا اخلاقنا خلوها. اموالنا بكتوها لو لا، بس خلونا الاخلاق، لا مو اثنين شويه يكونوا منصفين. والله أنا أرجع وأؤكد على الحكومة العراقية، راقبوا الإعلامي. أي إعلامي اشتغل بزمن صدام راقبوه، أنا ما أريد أعمم، بس ترى ذولا في الغالب أكو أيادي وضعت عليهم، وفروا له بيت وغيره وقال له أنت هرج، كون نسقط العملية، كون نثبت بأن الشيعة مو خوش أواد، وقد يكونون هم محسوبين على الطائفة الشيعية. ولا هذا اللي يقول شربوا عرق، شفت هذا محسوب علينا مو؟ ومقدم له شهيد، احترم الدماء ابنك يا اخي. اللي يريد يطيب من الكاروانه شو يسوي؟ يشرب عرق. والله لو اكو دوله محترمه هذا يعاقب. هذا دعوه للرذيله هاي. شنو توصف لنا العرق؟ انت طبيب؟ اذا المفروض وزاره الصحه تعرف بابا شلون، واذا ما لازم المؤسسه الدينيه تضغط على الدوله، هذا ادبوه. اليوم يدعو الجماهير يشربوا عرق، الله على العالم بعد يوم ايش يقول؟ وغيره وغيره وغيره. ولا واحد منهم في قناة ما بدي أذكر اسمه وأنجس المحاضرة، يقول أنا كلهم يعرفوني أشرب. طيح الله وفقك، وتفتخر أنت؟ إذا بليتم بالعيوب فاستتروا. هسه أنت أرعى، ليش تفضح نفسك؟ ليش؟ تدرون من علامات الغضب الإلهية على العبد أن يجري فضيحة العبد على لسانه. هو يخلي بلسانه، طبعا هو ما يفهم هذه، لأن هو يفتخر أنه يشرب. ولما كان عندي مقطع ادعو المرأة للحجاب، قال هو شنو الحجاب غير قطعة قماش؟ لهزالتك. الحجاب رمز من رموز الإسلام، رمز القداسة والعفة والطهارة. كانت بناك هسه هاي المظاهرات الأخيرة سووها بالجمهورية على مود الحجاب على أنه قطعة قماش؟ لا، يدرون إذا سقط الحجاب سقطت منظومة كاملة. اربط الحلقات بعضها مع بعض. بس هو وين ماكو يعني هواي من ذول التافهين يشتغل شنو اعلامي، هذا المفروض زبال ما اخليه والله.
بس اليوم ترى الامور فالته. انا اخاطب جماعتنا اقول يا اخوان التفتوا، اثبتوا بانكم اهلا لان تكونوا حكومه. الانترنت ضبطوه. نعم، شنو هذا المحتوى الهابط اللي قاعد نشوفه يوميا؟ حسن صجمه وغيره يجيب له وحده بتليل وبتشارع، والله شنو تقول له انا ما اشتغل فلان يصرف علي. وحده تصور وحده راكبه على سياره تقول له انا اطلع ب6 الصبح، ليش تشتغل؟ لا ادور حلوين. هذا محتوى تعرضوه؟ ادور حلوين بنيه شابه انت بناك هاي على رسلها من انطاها السياره. هذا تريد تذوب العفه. نعم، ترى احنا اذا تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله نصير من اقدر الامم. ما دامك مسلم اكو ثوابت، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لازم ديننا نقدمه على كل شيء. اخر ما نهتم به الدين والله العزيز.